لواء أبو الفضل العباس أحد تشكيلات القوات الشعبية التي بدأت تتشكل قبل شهور، يحاول حماية مناطق عدة في دمشق وريفها وخصوصا منطقة مقام السيدة زينب. ويقول مقاتلو هذا اللواء إن مهمتهم تنحصر بالدفاع عن المقدسات وإنهم غير معنيين بالاقتتال الداخلي. فرضت تطورات الأزمة السورية وتدفق آلاف المقاتلين الأجانب القادمين عبر الحدود للجهاد داخل البلاد فرضت تشكيل قوات شعبية تحت مسمى الدفاع الوطني. واحد من تشكيلات هذه القوات هو لواء أبو الفضل العباس الذي حمل على عاتقه مهمة حماية العتبات المقدسة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ومناطق أخرى. تشكل لواء أبو الفضل العباس لحماية المقامات المقدسة اللي هن مستهدفين، وهن استهدفوها بعدة قذائف، حتى للسيدة زينب عليها السلام استهدفوها وبعدة قذائف، ونزلت القذائف وما فجرت القذائف، ما فجرت. لواء أبو الفضل العباس تشكيل شعبي منوع ومنظم يضم شبابا من مختلف الطوائف الإسلامية تطوعوا لحماية مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله محمد عليه السلام من محاولات متطرفين جهاديين استهدفوه بقذائف هاون، كما استهدفوا قبله مساجد وكنائس على حد قول عدد من عناصر هذا اللواء. نحن معنا من لواء أبو الفضل العباس من جميع الطوائف، ما يفكروا أنه من طائفة شيعية معينة، هيدي لكل الإسلام. السيدة زينب عليها السلام جد رسول الله. لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب. متطرفين من جميع الأشكال، الكان أفغانيين والكان ليبيين والكان تونسيين والكان من جميع الدول، هن عم يستهدفوا مقام السيدة زينب والقصد منه تخريب سوريا، وبعيد عنه لا هن ولا الأكبر منهم أنه يخربوا سوريا. حرب هؤلاء المقاتلين مع الجهاديين القادمين من خارج سوريا حصرا، وأعداد عناصر هذا اللواء في تزايد مستمر، ويتلقون تدريبات مكثفة على حرب الشوارع واستخدام الأسلحة. جايين على سوريا ليدنسوا المقامات ويسووا الفتنة الطائفية اللي هن معتبرينها، لكن في سوريا عندنا ما في فتنة طائفية. هن اجوا والتجأوا للناس اللي عقولهم مخربة، عم بيلعبوا في عقلهم وبيسووا هاي الفتنة الطائفية. والحمد لله نحن بدنا نشأنا وبدنا ننشأ وبدنا نوعى وما نخليهم يسووا أو يخلقوا هاي الفتنة الطائفية في سوريا بإذن الله عز وجل. عم بيجي بالطوع بلواء أبو الفضل العباس وبيعرف أنه هذا اللواء تشكل لحماية السيدة زينب فمن جميع الطوائف. يلتزم مقاتلو أبو الفضل العباس بتعليمات تحصر دورهم بمهام دفاعية لحماية العتبات المقدسة دون أي أدوار قتالية أخرى. كامل صقر، روسيا اليوم، من بلدة السيدة زينب بريف دمشق.